مرت بمراحل يعني انحدار وانهيار. انا يعني ده في بعد الاسره السادسه، بعد في عهد الملك بيبي الثاني. الملك بيبي الثاني اندلعت ضده ثوره. بعض العلماء التاريخ والمؤرخين الكبار بيؤكدوا ان استمرت 150 سنه مصر في حاله ما يسمى بالانحدار بعد انهيار الدوله القديمه. يعني كانت ثوره استمرت انهيار مصر فيها 150 سنه، سمي بعصر الاضمحلال الاول، والبعض المؤرخين يطلقوا عليه ايضا عصر الظلام الاول. مصر انت لو قريت في برديه اسمها برديه الكاهن ايبو، هي موجوده في معبد تورين في ايطاليا، كانه بيصف حالنا دلوقتي من انقطاع وانفلات امني وانقطاع في الطرق، والفلاح الذي لا يستطيع الذهاب الى ارضه لان اللصوص يعني بيستولوا على حماره وما يقدرش يوصل. كانه بيرصد حالتنا دي. يمكن دي من بعد دي مصر لم تمر بظروف الظلمات الا في العصر بعد عصر الدوله الوسطى، ثم وحتى يمكن الازمه والمستنصريه ما كانتش بالحاله اللي احنا فيها دلوقتي الحقيقه.